امام النادي الاهلي لازم تقف وانت مربع ايدك، لازم تديله تعظيم سلام، لازم ترفع القبعة، لازم كل حاجة بتمثل الاحترام الزائد، لان الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. الاهلي بيعمل كل حاجة ممكن تتخيلها، وبيحطم ارقام كبيرة جدا، وبينافس نفسه محليا وقاريا. فريق اوروبي يا جماعة بمعنى الكلمة. الاهلي بيصعد 5 مرات للنهائي على التوالي. تخيل معايا كده يا صديقي اللي بيعمله الاهلي. انا مش شايف انديه افريقيا خالص. النادي الاهلي بياخد 4 بطولات من اصل 5 نهائي. بصراحه شيء لا يصدقه عقل. فريق زي الاهلي لسه يدوب فاز بالبطوله الاهم في افريقيا، والجماهير بتطلب منه ال 13. يعني جنون كروي بمعنى الكلمه. ويجي واحد يقول لك الاهلي بيكسب وبيتجامل تحكيميا وفريق محظوظ. دي قاره افريقيا هي اللي محظوظه بوجود فريق زي الاهلي. تعال بقى نروح للارقام اللي الاهلي بيحطمها بالفوز على الترجي. حقق النادي الاهلي 3 ارقام تاريخيه في دوري ابطال افريقيا، وده طبعا مش جديد عليه. ايه بقى الارقام دي؟ هي ان الاهلي لم يخسر اي مباراه اخر 20 مواجهه في دوري ابطال افريقيا. 13 فوز و7 تعادل، واستقبلت شباكه 3 اهداف بس. الرقم الثاني، اصبح الاهلي اول فريق في تاريخ ابطال افريقيا بيحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، في 10 مباريات متتالية في كده في العالم. نروح للرقم الثالث عشان ما اطولش عليك يا صديقي. الاهلي سجل 5 اهداف بالرأس في ابطال افريقيا في الموسم ده، وده ضعف عدد الاهداف اللي سجلها اي فريق تاني. ولما نتكلم عن الارقام الفردية، تتكلم اولا عن رامي ربيعة ملك الدفاع، بيعادل الصخرة وائل جمعة. هو كده كده بيلعب في مكانه. بيعادل الصخرة وائل جمعة ب6 ألقاب دوري أبطال إفريقيا يا جماله. مصطفى شوبير لعب 9 مباريات متتالية، حافظ على نظافة شباكه. وهقف هنا عند مصطفى شوبير دقيقة واحدة هتكلم معاك فيها في نقطة مهمة. يا جماعة كل أب في الدنيا عاوز ابنه أحسن منه مليون مرة، فما تجيش أنت واحد كل هدفك وشغلك الشاغل انك تتكلم عن الناس وتقلل منهم. بشوف ناس تقول لك احمد شوبير كل ما يتكلم يقول لك مصطفى ابني، مصطفى شوبير. وفيها ايه يا حبيبي؟ انت نفسك لو مكانه هتعمل اكتر من كده، لانك هتكون فخور بابنك. ودي الصراحة حاجة ما تزعلش حد. ومصطفى شوبير من افضل حراس افريقيا. فما تجيش تنتقد احمد شوبير لمجرد انه في بعض الاحيان بيتكلم بعاطفة الاب عن ابنه. نروح لارقام لاعيبة النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه دلوقتي 4 دوري ابطال افريقيا، والراجل لسه بيكلمه المذيع بيقول له انا لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ما عملتش تاريخ مع الاهلي. وكلمني انت بقى عن اسطورتك المزيفه اللي ما خدش ولا بطوله دوري ابطال مع فريقه، والجماهير طالعه به السما مش نازله خالص. اقسم بالله اقل لاعب في الاهلي واللي لسه بيسخن ويقول يا هادي معاه بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني انت متخيل؟ يعني معاه بطوله قاريه. يا جماعه الاهلي والله بيعمل اي حد وبيسطر تاريخ لكل اللي بيدخلوا من بابه، سواء بقى مدربين او لاعبين او اي حد بينتمي للنادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب اتحارب كتير جدا، علشان كده انا فرحان جدا جدا بانجازاته دي واللي بيعمله. وفي عصر محمود الخطيب انجازات كتير جدا. في بدايه توليه رئاسه النادي الاهلي ليا صديق عزيز جدا زملكاوي هو، فقال لي الخطيب محترم لكنه مش هيعمل تاريخ للاهلي. وقلت له الايام هتعدي وهنشوف مين اللي رايه صح. وتعالى بقى دور معايا على قاره افريقيا، هتلاقيهم نايمين من العصر مش من المغرب. الاهلي يعود جماهيره على الفوز ببطولات ما بتنتهيش، لذلك تلاقي جمهور الاهلي دايما يتضايق وينتقد من اللاعب اللي حس انه شبع بطولات. يا جماعه امام عاشور ده جا الاهلي لعب كاس عالم، لعب زي يعني لاعب زي امام عاشور كده يقول لك انا بحلم ولا ايه؟ ده في لعيبه بتلعب بقالها 20 سنه اخرها خدت كاس مصر وبيتقال عليهم اساطير في انديتهم. يعني هو اللاعب يقول كده؟ يعني امام مش هيقول كده طبعا، بس انا بتكلم المفروض لاعب زي رامي ربيعه المفروض على كده يتعمل له تمثال. وحاجه غريبه من جمهور الاهلي برضه بينتقده، يعني بينتقد رامي ربيعه لو حس انه قصر في مباراه او ما كانش كويس في المباراه. هو ده جمهور الاهلي. لذلك تلاقي لاعيبه كتير جدا لعبت للاهلي لكن تيشيرت الاهلي مش اي حد يلبسه.
في لعيبه تيشيرت الاهلي تقيله، في لعيبه تيشيرت الاهلي تقيله عليها بصراحه يا جماعه. فالاهلي غير في كل حاجه، ده حتى في احتفالاته مميز جدا ومختلف عن باقي الانديه. احد الاعلاميين التوانسه اتكلم عن الخطيب وقال لك لما بيتكلم مش بتحس انك شايف رئيس نادي، لا انت سامع وشايف رئيس جمهوريه بيتكلم. يعني الراجل يعني هو ما بالغش بصراحه، وده اللي انا شايفه، والراجل ما غلطش فعلا، بيتكلم صح. الاهلي فعلا جمهوريه لوحده، لذلك هو بعيد كل البعد عن المقارنات المزيفه اللي لا تسمن ولا تغني من جوه. يعني مش عارف، فبلاش مقارنات مالهاش اي 30 لازمه ولا اي قيمه. وكلمنا عن سيد اسياد افريقيا وهو الملك النادي الاهلي، اللي مستحوذ على كل البطولات القاريه واللي دايس على اي حد، مع احترامي لكل الانديه، ولكن الاهلي هو السيد الوحيد والملك الوحيد لافريقيا. وكلنا عارفين الكلام ده، واي نادي في افريقيا عارف الكلام ده، واي نادي في افريقيا بيكون جاي وعارف انه هيتغلب من الاهلي في مصر. يعني الترجي دي شوف بقالها كام سنه، نادي الترجي بقاله كام سنه ما كسبش النادي الاهلي في مصر هنا. عد انت معايا وشوف تاريخ الترجي ما كسبش، مع احترامي ليهم طبعا، فريق محترم. وانا في الفيديوهات اللي فاتت قبل المباراة قلت لازم نحترم الفريق ده، وقد كان الاهلي احترم الفريق ده، وعلشان كده خد البطولة وعن جدارة واستحقاق. واللي يقول لك الترجي ليه ضربة جزاء قول له لا. كابتن رضا عبد العال طلع يقول لك الكرة اللي جت في امام عاشور ضربة جزاء. ضربة جزاء بناء على ايه؟ الحكم شايفها وفيه فار يعني، واتعادت. علشان بس ما حدش يقول الكرة ما اتعادتش، الكرة اتعادت مرة واثنين وثلاثة، مخرج اللقاء عادها. فما فيش حد يقلل من النادي الاهلي، وما فيش حد يقول لك بطولاتنا حرام. احنا اتظلمنا كتير جدا، النادي الاهلي اتظلم كتير جدا في بطولات وفي بعض البطولات. يعني ما تجيش تقول لي النادي الاهلي بياخد بطولات تحكيميا، النادي الاهلي بيتسند من الدولة، النادي الاهلي مش عارف ايه. ما فيش الكلام ده ولا ليه اي اساس من الصحة. النادي الاهلي بياخد بطولاته بنظامه وبشغله اللي بيعمله وباجتهاده، وما بيبصش لاي حد ولا بيتكلم ولا يطلع يصرصر ولا يتكلم على اي حد من الانديه التانيه. لذلك بتلاقي الاهلي في حته تانيه خالص.